مرات الله سبحان الله يسوقك من دولة إلى دولة أو أمر معين وأنت ما تدري ايش اللي حاصل. مرة من المرات طلعت من الكويت أنا وأمي الله يرحمها إلى البحرين، بما أن أمي أصولها من البحرين، خوالي هناك، فرحنا البحرين تحديدا بيت أختي في البحرين. خليت أمي ساعة واحدة في الليل والله العظيم إني طالع مالي أي قصد، نسيت بوكي ونسيت تلفوني في البيت وركبت سيارتي وطلعت. عمرك وقتها بس عشان نعيش القصة؟ أعتقد عمري كان وقتها 20 سنة، 20 سنة، كنت توني بالجامعة. طلعت مالي أي مقصد فجأة ونسيت تلفوني وبوكي. المهم ساعة طلعت من بيت أختي، مشيت شوي ولا الدورية الشرطة موقفيني، وقفوني المرور قالوا لو سمحت الإجازة الرخصة. أدور الرخصة قلت نسيتها. هذا البيت هناك فيه البوك وفيه الرخصة. قالوا معك تلفون تتصل على أحد؟ قلت لا تلفوني بعد هناك. تعطوني تلفون؟ جاك بوم شايلين الرياجيل حاطيني بالدورية، ما خذيت لهم مسكرين دورية، ركبوا سيارتي وحركوا فيني. يا جماعة الخير شوف ربي شلون خذوني دخلوني على طول على التوقيف. ليه يا جماعة؟ قالوا تعرض الصبح تحديدا توقيف مدينة عيسى. أنا طالع من رفاع الغربي ودوني إلى مدينة عيسى. قالوا تعرض الصبح على وكيل نيابة المرور ويقرر شنو المخالفة. أو قلت يا جماعة الليسن الرخصة موجودة؟ قالوا لا. دخلت التوقيف. أول ما دخلت التوقيف ولا كان الأغلب وافدين، ولقيت ولد صغير قاعد عمره 14 والله يا جماعة أنا ناسي، أسمر وجالس على السرير. جاني على طول قال هلا يا الأخو شلونك؟ قلت الله يسلمك. قال ايش عندك؟ قلت يا أخي فارقني، مو بوقتك، فارقني يا أخي، خليني أشوف المصيبة اللي أنا فيها. أنا أبي تلفوني بأحد يطلعني، أفكر في أمي الحين تحاتيني. وراح قاعد. انتبهت بأن ملابسه ناشرها على السرير، معلقة على السرير، يعني مطول طويل. أنا شفت ملابسه يا جماعة وأنا تروع. قلت يعني هذه مو ساعة ساعتين يوم يومين، لا هذا معلق ملابسه، غاسل ملابسه هذا. وأنا أقوم وأنا أجي السلام عليكم شلونك؟ الله يسلمك. قلت أنت معلق ملابسك؟ قال قلت ليه معلق ملابسك؟ قال أنا صار لي تقريبا ناسي أنا المدة بس تقريبا 4 شهور 6 شهور. قلت أوف وش مهبب أنت؟ وش مسوي؟ قال أنا أذكر إنه قال كسر زجاج أو شيء، وحطوا علي، عرضوني على وكيل النيابة، قال عطوه غرامة. كم الغرامة؟ قال 100 دينار بحريني، يعني في وقتها 80 كويتي، 1000 ريال سعودي. والله يا جماعة قلت طيب ادفعها اطلع بس 1000 ريال. قال أنا أبوي متوفي. قلت طيب خل أمك تدفعها. قال أنا مقطوع من الشجرة، أنا أكبر إخواني عمره 14 وأمي تشتغل في البيوت وهذا وأنا عندي، ما عندك أحد يدفع؟ قال لا. صار لك 4 شهور؟ قال 4 شهور. أمي إذا قدرت تزورني 1000 ريال. قال 1000 ريال. والله يا جماعة خلص سالفته وأنا قاعد معاه ولا يقولون خالد العسكري؟ قلت نعم. قال تعال. وأنا قمت سمعت قصته، دخلت سمعت قصته وطلعت. يشهد الله علي إني ما زليت في حرف. واطلع ولا يقول ولا يوم طلعني العسكري ولا ولد اختي البحريني واقف ويجي ويسلم علي ولد اختي، هلا خالي شلونك؟ قلت الله يسلمك شلون جيت؟ قال انت يوم مسكوك المرور في الشارع اللي ورا بيتنا شافك واحد من جيرانهم وجاء بلغهم، قال السياره الكويتيه اللي عندكم؟ قال اي خالي. قال هذا مسكوه المرور ترى وخذوه، شوفوا مدينه عيسى. جينا قالوا نبي الرخصه، ردينا خذينا الرخصه ورديت. هذه الرخصه سلمناهم، شافوا الرخصه قالوا خلاص اطلع روح البيت. بس قال لي دخلت سمعت قصه الرجال وطلعت. الولد ابو 14 سنه. ركبت السياره رديت البيت. دخلت البيت ولا امي تصيح. دخلت البيت الساعه 2 يعني صار لي ساعه ولا امي تصيح الله يرحمها. ها يا يمه اقعد عنده واحب ايده، خفتي علي؟ قالت اي والله بغيت اموت. شلون خفت عليك بس؟ قلت يمه انا دخلت التوقيف لقيت شخص عمره 14 سنه واقول لها القصه. قالت واذا دفعها؟ قلت يطلع. قالت ربي ساقك من الكويت لين هنيه لين طلعت مالك حاجه، مسكوك الشرطه ركبوك، لو قلت لهم انت هذا بيتنا وجاوا البيت طلعوا الرخصه كان ما دريت. بس ربي ساقك عشان تدفع. امسك هذه بطاقه البنك، امي عطتني الله يرحمها ان شاء الله ان في ثوابها واجرها. قالت امسك هذه بطاقه البنك روح اسحب له، وروح اسحب 1000 ريال وارجع لهم وادفعها عندهم. قلت يطلع الحين؟ قالوا الحين يطلع. والله العظيم شوف سبحان الله الاقدار شلون يمكن تطلع من الكويت الى انا طلعت اساسا من البيت مالي حاجه والله. ليش ركبت سيارتي ورحت؟ ربي ساقك. اقدار خفيه.